السلام عليكم. اليوم راح أتكلم عن موضوع حساس جدا، وبسبب حديث هذا ممكن تعلق بعض علاقاتي، لكن لأن الوطن أهم تكلمت. السعودية اليوم مستهدفة من عدو غير متوقع، عدو عنده مشروع إقليمي ثاني في المنطقة، أقرب لنا جغرافيا وأخطر علينا استراتيجيا. مشروع تقود الإمارات يمتد من ليبيا للسودان لمصر لإثيوبيا لليمن، ومفاجأة دولة خليجية تحاول الإمارات السيطرة عليه. هنا أتكلم عن الكويت. مشروع هدف النهائي واضح وبسيط، محاولة جعل أبو ظبي هي الدولة الإقليمية رقم 1 في المنطقة. حتى يتحقق هذا يجب إضعاف السعودية. اليوم بحاول أرسم الصورة كاملة وبهدوء وبأسماء الدول والمناصب وبكل صراحة. نبدأ من السودان ما دام الأوضاع ساخنة في السودان. لما اقترب الجيش من الحسم العسكري خرجت ورقة مفاجئة تدعو إلى هدنة إنسانية، ورقة مدفوعة من الإمارات عبر أمريكا وبريطانيا. كان الهدف من هذه الورقة مش سلام ولا هدنة إنسانية، كان الهدف من هذه الورقة أن ميليشيات الدعم السريع تعيد ترتيب أوراقها. كان خلال هذه الهدنة تخرج طائرات الدعم العسكري من أبو ظبي إلى مطار الكفرة في جنوب ليبيا اللي تحت قيادة حفتر، وإلى مطار بوصاص في ولاية بونتلاند الصومالية، وإلى مطار تشاد. كل هذه الطائرات كانت للدعم العسكري لميليشيات الدعم السريع. وأثناء التفاوضات مع الجيش السوداني تم الغدر بالجيش السوداني وحلفائه. اللي قاعد يصير في السودان مش حرب أهلية ولا صراع على كرسي، اللي قاعد يحدث إن في طرف إقليمي شغله الشاغل يمنع قيام دولة سودانية قوية موحدة بجيش واحد وسلطة واحدة. ليش؟ لأن السودان لو استقر وسيطر على كافة التراب السوداني وعلى الموانئ وعلى الذهب، راح تروح ثروات الشعب السوداني للسودانيين، وراح يبحث السودان عن مصلحته، ما راح يبحث عن مصلحة دولة إقليمية أخرى. عشان كذا تم تعطيل الحسم العسكري، وتم دعم ميليشيات الدعم السريع، وإخراج القوة الوطنية الفعالة في السودان تحت حجة أنهم إسلاميين. الهدف إبقاء السودان مشتت ومقسم، وتكون القوة الكبرى المسيطرة تحت كنترول الإمارات. الآن نجي على إثيوبيا. الناس تشوف أخبار سد النهضة وتظن أن هذا خلاف إثيوبي مصري، لكن خلف الكواليس في نفوذ إماراتي واضح على إثيوبيا. الإمارات استثمرت بقوة في إثيوبيا ومدت علاقات مباشرة مع القيادة السياسية هناك، استثمرت في الموانئ وفي المشاريع اللوجستية، كان لها دور في تسليح أطراف وتهدئة أطراف أخرى. إيش يعني هذا للسعودية؟ يعني تحكم الإمارات في جانب مهم جدا من البحر الأحمر اللي يمثل شريان الحياة السعودية. لو رحت شمال شوي لمصر راح تشوف السنوات الأخيرة شراء مساحات ضخمة على الساحل المصري، واستحواذ على مشاريع حيوية قريبة من البحر الأحمر. ولما تكون دولة زي مصر في وضع اقتصادي صعب واللي يمسك الشيكات هي أبو ظبي، طبيعي جدا أن يكون قرارها السياسي مرتهن للإمارات سواء في البحر الأحمر